اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست هاري. بس البودكاست ده بتاع 2 اصحاب بيحبوا يهروا ويحللوا اي حاجة بيشوفوها. اوقات بنتفق، بس اوقات كتير قوي مش بنتفق وبنفضل نقاوح. في البودكاست ده هنسمعكم المقاوحة دي وهنسيب لكم الحكم. الكلام اللي بنقوله مش كلام ناس خبرة ولا كلام ناس دارسة، بس كلام ناس حابة الموضوع وعندها باشن في المواضيع اللي بتتكلم فيها. لو بتحب تتفرج على افلام، مسلسلات او تسمع اغاني، فانت في المكان الصح. علي الصوت ويلا بينا. اهلا بيكم يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ازيك يا زيزو؟ ازيك يا عبد، ايه الاخبار؟ كله كويس والله. يعني انا متخيل ان انت اكيد بتتنطط من الفرحة النهاردة. مش معنى عشان التوبيك. جماعة، زيزو من ساعة ما قلنا يلا عايزين نعمل بودكاست وقعدنا نقول طب هنتكلم في ايه وايه المواضيع اللي عندنا وكده، وزيزو قايل لي الموضوع ده from day one، من اول يوم انا عايز الموضوع ده وكده. وما تفهمش بقى الموضوع بنأجله ليه، ولا كسل بقى ولا ايه؟ كل شوية نقول عايزين لقينا حلقة. لقينا مواضيع تانية او اولويات تانية قلنا نأجله يعني. بس اخيرا هنعمل الحلقه اللي مستر زيزو كان عايزها. وانا عشان بصراحه زيزو بقاله فتره هو اللي شايل السوشيال ميديا بتاعت البودكاست، وهو اللي بيكتب كل البوست كل الحاجات. فانا حبيت يعني ايه، احاول دي اسهامه كده من عندي او اعمل اي حاجه. فقلت ايه يعني بما اني يعني راجل معاك كده في البودكاست، قلت احاول اساعد يعني. فكتبت كده شوية حاجات عشان يبقى عندنا زي درافت كده. احنا طبعا كده الحلقات بتاعتنا مش بتبقى سكريبتد، احنا كل الكلام بنقوله ارتجالي، بس ساعات كده بيبقى عندنا شوية نقط كده عايزين نغطيها عشان ما ننساش حاجة يعني. بالظبط حاطين نقط عريضة، يعني عايزين نجيب سيرة ده وسيرة ده وسيرة ده، بس هنقول ايه بالظبط بقى؟ ده بيطلع كده احنا ورزقنا يعني في الحلقة. بالظبط. بس ايه حابب ايه بقى قول الحاجة اللي للناس انت بقى، قول مشوق للناس. الناس ليها؟ طيب يا لا جماعة، قول احنا انت النهاردة بقى، قول انت. هنتكلم. اقول لك أنا. النهاردة هنتكلم عن الستريمينج بلاتفورمز، او بالعربي المنصات. يعني المنصات. او اه يعني ما تتلخص في شاهد وواتشت ونتفليكس. يعني نتفليكس مش بتنتج عربي كتير، واحنا يعني مينلي بنتكلم في حاجات عربي، فهيبقى التركيز اكتر على شاهد وواتشت يعني. فقول لي تطور بقى يا محمد الانتاج بقى كده. عموما، قول تطور لي الانتاج بقى عموما يعني بقى. نبذة سريعة كده من غير ما نخش في درس تاريخ، يعني عن يعني ازاي وصلنا بقى لحد ما كان في شاهد واتشت. ابتدينا فين ووصلنا فين؟ انت عارفني راجل بحب التاريخ يعني. ما هو عشان بس الناس ما تزهقش بس. لا انا لازم احط التاتش بتاعي. طيب بص يا سيدي، هو طبعا الموضوع ابتدى زمان. مصر من الدول الرائدة في موضوع السينما ده انت من هتبدأ زمان. من ايام مصر و بقى اساسا خالص. اه اه نعمل فراعنة بقى. من ايام الخديوي اسماعيل. فاحنا من لا. اوائل الدول اللي في المنطقة اللي دخلت سينما عندها من ايام السينما الصامتة، وابتدينا نعمل افلام. بعد كده الافلام دي بقت افلام ناطقة. كان الاول بيجيبوا ام كلثوم وعبد الوهاب وكده في الافلام. بعد كده الموضوع ابتدى يتطور، ابتدينا بقى نعمل حاجات اوثنتك، حاجات مصرية. بعد كده التلفزيون دخل سنة 60 أو 70 في الحقبة دي، فبقى في تلفزيونات في البيوت. كان في التلفزيون الرسمي، القناة الأولى والتانية كان ليهم مواعيد بس معينة. بص أنا بجري أهو، أنا يعني إيه بحاول يعني على قد فاست ما أقدر. فورورد. اه عارف تايمز 2 فالتلفزيون بتاعت زمان. الفويس نوت بتاعت الواتساب؟ تايمز 2 دي. ايوه. عايز تايمز 2. بس فبقول لك، فاحنا تايمز 2 اهو. الحاجات، التلفزيون كان ليه مواعيد، بيبتدي بميعاد وبيقفل بميعاد وخلاص. التلفزيون قفل بالليل، بيبقى فيه وش كده ومفيش حاجه شغاله. صح. الدنيا ابتدت تتطور، القنوات الرسميه ابتدت تزيد. بقى عندنا قناه من الاولى للتاسعه، تمام. التلفزيون المصري العادي كان وقتها طبعا كده احنا بنعمل افلام سينما. الافلام دي بعدها بكذا سنه بتنزل في التلفزيون، وبنعمل مسلسلات. المسلسلات دي كان هو بيبقى مسلسل واحد البلد كلها بتتفرج عليه، وهو خلاص هو معروف ميعاد المسلسل بيبقى مثلا الساعه 7، ومصر كلها بتشوف نفس المسلسل وهي حاجه واحده. ابتدينا بقى خلاص الزمن يجري لقدام، دخلنا بقى لمرحله الدش في اوائل او نص التسعينات كده.
فابتدت كل دولة يبقى عندها. احنا مثلا كان عندنا الفضائية المصرية، النايل تي في. دول تانية بقى زي بقى السعودية، الكويت، البحرين، دبي كده، كان كل قناة كان كل دولة ليها قناة أو قناتين بيعبروا عنها. فابتدى يبقى فيه نيد ان يبقى فيه انتاج مختلف، لان كل لازم محطة نملى يعني المحطة دي لازم تذيع حاجة. بالظبط. فلازم نعمل مسلسل او حاجة ياخد وقت يعني سكرين تايم. بالظبط. وطبعا بقى بما ان احنا يعني العالم كله متصل ببعض وبنقلد بره وكده، فابتدينا مثلا يمكن اول قنوات متخصصة كان في راديو وتلفزيون العرب او الاي ار تي. الاي ار تي دي كانت اول حاجة باشتراك، يعني اول سلسلة قنوات باشتراك ومتخصصة بقى في اي ار تي 1 2 3 لحد 5. وكان في مثلا واحدة بتاعة المسلسلات، واحدة بتاعت الافلام، واحدة بتاعت الرياضة، دي اللي كانت بتجيب المطوشة زمان قبل الجزيرة وبين سبورتس والكلام ده، هي اللي كانت بتجيب المطوشة. بالظبط. ماتشات بقى اوروبا وماتشات يعني بما اننا انت مواليد اواخر الثمانينات وانا اوائل التسعينات، فاحنا ابتدينا بقى نوعى او نتفرج وقت ما كان ايه العيلة كلها تتلم في رمضان. هو بيبقى تمثيلية واحدة او سوري تمثيليتين، واحدة على القناة الاولى واحدة على القناة الثانية، يعني تقريبا واحدة الساعة 8 واحدة الساعة 9. بس كانت تمثيليات بقى تمثيليات يعني كانت تمثيليات قوية. هنتكلم طبعا في يعني مميزات وعيوب التو ديفرنت موديلز دول. بس ماشي معلش قطعتك، كمل. بس فاحنا وصلنا بقى لكده لحد ما في اوائل الالفينات بقى ابتدت مصر اطلقت القمر الصناعي نايل سات 101. ودي كانت طفرة بقى. ساعتها ابتدينا نلاقي قنوات خاصة، يعني مش قناة بقى ملك الدولة، بقى في قنوات خاصة. بقينا بقى سمعنا عن دريم، المحور، الحياة، سي بي سي، الكلام ده كله. يعني طبعا هو مش كلهم طلعوا مع بعض، بس بالتزامن بقى مع مرور الوقت بقى في حاجات. وبرضه بقى في قنوات خاصة بقى، واحدة بالأفلام، واحدة بالسياسة، واحدة بالكورة، واحدة بكده. فالموضوع كان متخصص وكتطور طبيعي، بما ان احنا برضو بنقلد بره، او العالم كله بيقلد بعضه وبياخد من بعضه. فاحنا بره كان موجود عندنا بلاتفورمز كتير زي نتفليكس وامازون وديزني وهولو، وفي حاجه اسمها كريف، ودلوقتي بقى في باراماونت واتش بي او، بقى في مليون حاجه حاليا يعني. وطبعا بقى كتطور بقى الحاجه زي كده ظهر عندنا يعني ام بي سي، شبكه قنوات ام بي سي. طبعا دي شبكه سعوديه، بس يعني مش بتتكلم عن السعوديه بس، برضو اخذت نفس المراحل التطور، ام بي سي 1 و3 وقناه للاطفال واكشن وكده. وبيعملوا قنوات متخصصه للبلاد يعني زي في ام بي سي مصر، في ام بي سي العراق، في عندهم القناه اللي هي بتجيب افلام هندي دي، بوليوود دي. بيشوفوا مين الاودينس بتاعهم ويعملوا لهم بقى حاجات ليهم يعني. نفس فكرة الاي ار تي، بس كانت قنوات مفتوحة. بعد كده سنة 2011 عملوا اونلاين بلاتفورم ليهم اسمه شاهد. 2011 يا زيزو تخيل. وانا دي حاجة جديدة يعني. لا وانا بحضر بقى يعني، انا عارف ان هي قديمة بس ما كنتش متخيل ان هي قديمة كده، يعني متخيل ان هي ولا انا خالص كده. بس فدخلنا بقى 2011 ابتدت تعمل كده، بس كانت بتذيع الحاجات فور فري، يعني زيك يعني اللي هتشوفه على الام بي سي وممكن تروح تلاقيه على شاهد. لحد بقى سنة 2020 عملوا ريبراندنج لشاهد، وابتدوا يبقى فيه بقى حاجات معينة، حاجات مفتوحة وحاجات مشفرة أو حاجات باشتراك. وابتدوا بقى خلاص لما نتفليكس كانت اوريدي دخلت مصر، وكانت ابتدى يبقى ليها شعبية، واكتشفوا ان في ناس كتير بتعمل اشتراكات وكده. واعتقد وقتها انتشروا انتشار يعني كبير جدا، لان هي كانت الحاجة الوحيدة، المنصة الوحيدة العربية اللي انت تقدر تشترك وتتفرج على كده. انا كده بتهيالي كده غطيت الحمد لله على السلامة يا راجل. يا راجل حضن هنا بقى، تعالى جنب اخوك، تعالى. ماشي لك بقى المايك بقى. انت وصلنا لشاهد واتشت اخيرا. طيب يعني قبل ما نقول بقى شاهد فيرسز واتشت وده عمل ايه وده عمل ايه، تعالى نتكلم في المميزات بتاعه الحقبه اللي احنا فيها دلوقتي، او الموديل اللي احنا فيه دلوقتي بتاع الستريمينج سيرفيسز، وعيوبه برضو، ومميزات وعيوب زمان.
يعني مم. انا شايف مثلا دلوقتي طبعا من المميزات ان اولا بقى في انتاجات بالهبل، يعني انتاجات بقى في بقى مسلسلات طول السنه، ما بقاش مم. موسم رمضاني او موسم صيف او حاجه، بقى في طول السنه انتاجات. وبالتالي انت محتاج عدد ممثلين اكبر، عدد كتاب اكبر، عدد مخرجين اكبر. فالكلام ده كله طلع لنا مواهب جديده، بقينا نشوف ناس جديده، بقينا نشوف شباب بقوا ابطال حاجات، بقينا نشوف كتاب جداد مثلا، او مخرجين جداد. عندك مثلا واحد زي سدير مسعود بتاع منعطف خطر، ده كنت اول مره اسمع عنه، ده مخرج سوري. عندك مثلا واحد زي بالطو، مسلسل بالطو عصام عمر دوت شاب بقى بطل. دي حاجه عمرها ما كانت هتحصل لو احنا بننتج مسلسلين 3 في السنه، لان اكيد المسلسلات دي هتروح للناس الكبيره، للابطال الكبار. فدي المميزات. وبقيت طبعا تقدر تتفرج على الحاجات في اي وقت انت عايزه والكلام ده كله. دي المميزات. مش بس بس مش بس كده يا زيزو، هو انا حاسس ان في زي ثورة على النظام القديم في المسلسلات. يعني هو احنا مم. كان في مم. ستراكشر ثابت ماشيين عليه، مسلسل 30 حلقة، مسلسلات مثلا 90-95% من الانتاج بيتعمل في رمضان، بنلاقي 40 مسلسل في رمضان، وبقية صح. السنة مثلا ممكن تلاقي 2-3 كده. يعني لو في بقى منتج جريء قرر ان هو ينتج في الوقت ده وهيسوق مم. وهيبيع لمين وهيعمل ايه هو وكده. الجمهور ما كانش بيتفرج على حاجة بره رمضان، فكان أي حد بينزل حاجة بره رمضان هي 90% هتفشل. يعني محدش كان بيقعد يتفرج. ثقافة إن أنت تقعد تتفرج على مسلسلات بره رمضان دي ما كانتش موجودة لحد ما ظهر نتفليكس وشاهد واتشت والكلام ده، وبقت الناس بتتفرج بقى طول السنة يعني. والله يا زيزو افتكر ان زمان مش بس رمضان، هو في فقره كده الدراما وقعت فيها والسينما كانت هي اللي سايقه، يمكن فقره الالفينات. بس طول عمرهم زمان لو تسال بقى بابايا وباباك وجدودنا وكده، كان مسلسل ليه ميعاد ثابت في وقت ثابت كل طبعا. يوم. طبعا. كان بيبقى دايما الموضوع كده. بس حصل مم. فقره كده، لا الناس اتجهت للسينما اكتر، الانتاج كله راح مم. للسينما، كل حاجه. والفقره بتاعت المسلسلات بتكسب دي اكتر. اظن السينما اه بتكسب اكتر، وشغلها اقل او اسهل. يعني انت بتعمل فيلم ساعتين ولا بتعمل مسلسل 30 حلقة، فهي ارخص للمنتج، اسهل للممثل. تقدر تعمل كذا فيلم في السنة، لكن صعب تعمل كذا مسلسل. فهي السينما ليها بالظبط. مميزات لحد بقى ما حصل الثورة وحصل الكورونا وحصل كل الكلام ده، والناس رجليها على وحظر السينما تجول خفت. فحظر تجول فحظر بالظبط. تجول. فالمنتجين مش هينزلوا افلام في السينما ومفيش حد بيروح، فالرجل على السينما خفت، فتلاقي بقى كل النجوم الكبار رجعوا يعملوا مسلسلات. يعني احنا رجعنا شفنا عادل امام مثلا، كان تقريبا 2011 او 2012 رجع عمل مسلسل في رمضان، وده كان بقاله سنين ما بيعملش مسلسلات وكان بيعمل افلام بس. احمد عز بقى، احمد حلمي، محمد سعد، الناس دي كلها اتجهت للمسلسلات، ودي كانت ناس طول عمرها بتعمل افلام بس. فده كان سبب رئيسي برضو اه لزيادة عدد المسلسلات يعني. طب بالظبط. وزي ما انت وكنت اقول قلت لك بقى ان هم كم. اتأثروا بره. انت عندك دلوقتي على نتفليكس الحاجات عادي، المسلسل على قد اللي مكتوب. يعني بتلاقي عادي ممكن حاجة تبقى 6 حلقات، 8 حلقات، 10 حلقات، 15، مش لازم بالظبط. الفورمات اللي هو بتاع 30 حلقة ده. بالظبط. فابتدينا نشوف الموضوع ده لحد ما وصلنا لآخر انتاج بقى اللي هو رمضان اللي فات ده، ان احنا وصلنا ان تقريبا بقى نص اللي معروض 15 حلقة. اكتر اكتر واعتقد والله. يعني اعتقد ان الموديل القديم بقى بتاع 30 حلقة ده، اعتقد ان هو خلاص هيختفي. هو يعني تقريبا ال مش 30 هنعمل حلقة كان حاجة. بتاع 5 6 مسلسلات في رمضان كله، فده كان تطور فظيع يعني. هو زي ما بيقولوا بالظبط. الاتنشن سبان، او يعني مش عارف ايه معدل بالعربي اللي هو. التركيز، معدل الله التركيز. الله يفتح عليك يا ابني. دوت قل جدا عند الناس، يعني عند الجيل الجديد وعند الناس عامة. يعني انت وانت بتقلب دلوقتي في فيسبوك ولا في تيك توك ولا تيفر، لو الفيديو فوق دقيقة بتجريه ما بتتفرجش. فالناس ما بقاش هو عندها بقى خلق. في ترندز جديدة عموما، ان انا اسيب المتلقي بقى او المتفرج او المستمع او ايا كان ان هو يستنتج اللي بيحصل من الاحداث. انا مش لازم مثلا اجيب لك طفل فالطفل ده اتعذب وهو صغير وبعدين مين عمل له ايه ففي الاخر وصل ان هو بقى عنيف وهو كبير. لا انا بجيبه لك وبعدين في النص بدي لك شوية فلاش باكس وحاجات زي كده. فبقيتش محتاج مثلا تقعد 4-5 حلقات تفرش وتقدم الشخصيات وتبين ده كده ليه وده كده ليه وده كده ليه. لا بقيت خلاص مم. بتخش في الموضوع على طول، وبتكتشف خلال المسلسل ايه اللي بيحصل.
ومركز اكتر على المفيد، على الحدث نفسه. طبعا ده غير بقى ان في كذا جونر اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه بالسسبنس او الاثاره والحاجات اللي ليها علاقه بقى بالجريمه والكرايم والحاجات دي، بقت هي اكتر عالميا مش بس محليا، هي الحاجات الغالبه. فالحاجات دي بتحتاج رتم سريع شويه، مش محتاجه الايقاع البطيء بتاع ان انا مثلا بنقضيه او حاجه زي كده. صح. ولو يعني تكمله على اللي انت قلته، الموضوع ان في كذا جونر ده، بقى عندنا توبكس بنتكلم فيها ومواضيع شائكه يعني ما كانش ينفع تتناقش في التلفزيون، لان معرفش الناس عارفه ولا لا، شاهد وواتشت والحاجات اللي هي الستريمينج بلاتفورمز دي لا تخضع للرقابه، لان دي مش حاجه داخلالك البيت غصب عنك زي اي حاجه هتيجي في قناه مفتوحه، دي حاجه انت رايح دافع وبتتفرج عليها فانت حر، انت اللي دافع، فدي لا تخضع للرقابه زي المسلسلات اللي بتيجي في المحطات العاديه. وبالتالي اوت اوف ذا بوكس بقى كلها، وافكار غريبه وافكار جريئه. عندك مثلا مسلسل بتاع زينه الليله واللي فيها، عندك ازمه منتصف العمر، عندك منعطف خطر، عندك الحاجات دي توبكس كانت عمرها ما هتتناقش لو احنا بنعرض مسلسلات زي دي في، او مثلا ازاي نسيتها دي اللي انت بتحبها من ورا باهلها مثلا. بقى في الفاظ غريبه، بقى في افكار غريبه، بقى في توبكس غريبه، مناظر غريبه. فدي حاجه كلها بقول لك بقى في تحرر وثوره على القديم. يعني في ثوره على القديم ان هو خلاص في شكل نمطي ومكرر من المسلسلات بيتعمل، خلاص احنا بنعمل 3-4 مواضيع، هو الطار، الاثار، يعني الجواز العرفي الخيانات، الشباب، البانجو، فاهم؟ عارف تحس ان ايه، حاجات معلبه كده في التسعينات. صح. خلاص ابتدينا بقى نخرج بره الاطار ده، ابتدينا نشوف حاجات. يعني انا افتكر مثلا ان من اوائل الحاجات اللي سمعت او شاهد عملت لها دعايه مكثفه، يعني مسلسل اسمه في كل اسبوع يوم الجمعه. مسلسل يعتبر ده غريب سايكوباتي جدا، سايكوباتي جدا، دموي جدا، في افكار مش ما توقعش يعني ابدا ان هي كانت هتطلع على التلفزيون العادي. صح. ونجحت جدا وعملت صدى قوي جدا مع الناس وكده، فتشجعوا بقى، لا طب يلا نكرر التجربة، طب يلا نعمل اكتر، طب يلا نعلي على الكلام ده. ابتدينا مثلا نلاقي حاجات كوميديا الرعب مثلا، كانت بدايتها مسلسل اللي انت، وقبل كده المسلسل اللي انت قلت لي عليه كان الشركة الألمانية. ايوه يعني ده برضو كان اكتشاف، كانت بداية حاجة. وابتدينا بقى خلاص نعمل بقى البيت بيتي، طب يلا هنعمل فيلم اللي هو بتاع هنيدي الإنس والنمس، طب فاحنا عمالين بنبني على الموضوع ده. مسلسل زي اللعبة بالنسبة لي تتفق أو تختلف معاه، بس فكرته إن 2 بيتنافسوا بيعملوا حاجات زي كده، دي فكرة صايعة جدا وجديدة وكده. طبعا بقينا بنعمل حاجات خارقة للطبيعة زي الجسر، زي الغرفة 207. نتفليكس لما عملت ما وراء الطبيعة، الحاجات بقى بتتعمل ببرودكشن عالي، بقوا ممكن يستعينوا بأجانب بقى كده، فبقى نفس اللي وبقينا بنشوف حاجات مش مصري. انا شخصيا واحد عمري ابدا ما كنت اتخيل ان انا اشوف مسلسل اردني. شفت مسلسل اسمه فتيات الروابي ولا بنات الروابي، كان على نتفليكس وعجبني جدا، ما كنتش مصدق. يعني انا طبعا اول كام حلقه كنت مخضوض من اللهجه الثقيله كده شويه، بس لما خدت على الموضوع واتفرجت، لا مسلسل ممتع ومسلي ومستني الجزء الثاني بتاعه يعني. فبقينا منفتحين جدا اننا نشوف حاجه اردني، تشوف حاجه الناس بقى بتشوف الثمن مثلا بتاع بس الخياط، ولا كان قبليها اسمها ايه ستيليتو، كل دي حاجات مش مصري. فالناس بقت منفتحه برضو تشوف الثقافات الاخرى، بتشوف مناظر جديده، بتشوف حاجات جديده كده يعني. وهو جابها لك برضو بطريقه صايعه، يعني هو ابتدى يعمل لك الدمج ده واحده واحده. يعني زي ما انت لسه قايل في اول حلقه، سدير مسعود ده مخرج سوري، والبطل باسل خياط ممثل سوري، شغالين في مسلسل مصري اللي هو منعطف خطر. ياخد مثلا دينا الشربيني في مسلسل لبناني اسمه الزياره، فتلاقي المصريين هيحبوا يتفرجوا على دينا الشربيني ويشوفوا تعمل ايه. مثلا مسلسل نمرة 2 ده عجبني، ان كان كل حلقة ليها مخرج، ليها مؤلف، ليها ممثلين مختلفين. وقصة دي حلوة جدا، زي بره زي بلاك ميرور مثلا، كل حلقة هي قصة يعني، او شيرلوك مثلا.
فبرضو كانه ميني فيلم ده فورمات كده. بالظبط، ده فورمات ما كانش عندنا يعني، وما كانش هيحصل لو ما فيش ستريمينج سيرفيس. عمر ما كانت يعني القنوات العاديه هتنتج حاجه زي كده. ف ما بالظبط، ف ما انا بقول لك بقى، تلاقي في النص مثلا حلقه في السعوديه وابطالها سعودي، فانت مثلا برضو حتى لو كنت الف فكره ان انت تتفرج على لبنانيين او سوريين شفتها قبل كده بس ما جربتش، فانت كده كده بتتفرج على المسلسل ده، تيجي تشوف هتعجبك الحلقه، طب والله ممكن اتشجع، ممكن المره اللي بعدها اتفرج اصلا على حاجه سعودي بالكامل. هتلاقي مثلا كاتب سعودي زي تركي آل شيخ بيكتب مسلسل الثمانية اللي هو كل الكاست بتاعه كله مصريين، فهو جابها لك واحده لو واحده. افترضنا ان هو اللي كاتبه يعني. يعني طبعا يعني مش لازم وازاي نسينا برضو اعز اصحاب، الفيلم اللي منى زكي كانت فيه، ده كان انتاج نتفليكس، وفيلم واحده مصريه معاها كل الناس لبنانيين، فطبعا انا كمصري احب اشوف منى زكي. وطبعا ده غير الضجه سوري اصحاب ولا اعز. غير طبعا الضجه اللي حصلت عليه، بس كده كده لو ما كانتش حصلت انا مثلا واحد بيحب منى زكي هروح اتفرج عليه، فهتفرج على الممثلين واحده مصريه مع بطل اردني مع ممثلين لبنانيين، فهشوفهم ممكن يعجبني منهم واحد مثلا يعجبني تمثيله ولا شخصيته، فاروح اشوف هو عمل ايه غير الفيلم ده، فابتدي اشوف حاجات لبناني، فاهم؟ فبيقعدوا زي ما انت قلت بيجروا واحده واحده، وبتتفرج عليه بلغته وبلهجته. يعني احنا طول عمرنا طبعا مصر بتلاقي فيها الممثلين الاجانب بس بيتكلموا مصري، يعني هتلاقي جمال سليمان بيتكلم مصري، ده يا لهوي، ده انا لسه هقول، انت ما لقيتش غير جمال سليمان، ده انا لسه هقول الا جمال سليمان يعني لسه هقول الوحيد اللي مش عارف يتكلم مصري لحد دلوقتي، وانت قايله لا عندك مثلا واحده زي هند صبري، يعني في ناس كتير اصلا ما كانتش تعرف انها مش مصريه مثلا. بالظبط يعني بالظبط. انما انت دلوقتي هتتابع الناس اللبنانيين دول او الناس السوريين او ممثله كويتيه او ايا كان بلغتهم وبلهجتهم وبطريقتهم اللي بيمثلوا بيها، فهم عملوا الدمج ده بطريقه حلوه جدا ودخلوك فيه بقى، خلوك يعني خلاص. صح. وزي ما قلنا برضو من شويه ان يعني كل الانتاجات دي اضطرت يبقى فيه ممثلين، بقينا بنشوف ممثلين جداد، شباب جداد. يعني كنت بتفرج من حبه على مسلسل اسمه جروب الدفعه او جروب العيله او وات ايفر، يعني انا 3/4 الممثلين دول ما اعرفهاش، ناس بقى طالعه من ورش، ناس طالعه من برنامج الدوم بقى اللي هو برضو انتاج واتشت، ناس طالعه من معاها التمثيل، وفي ناس كويسه. احنا فعلا محتاجين ممثلين جداد، محتاجين تغيير، محتاجين دم جديد غير الممثلين. مثلا عندك مسلسل زي تحقيق ده ابطاله كلها شباب، والمخرج والكاتب جداد، يعني المخرج اسمه محمد فتحي، ده واحد اول مره تسمع عنه، والمؤلف محمد الدباح وريم القماش. ولما نجحوا محمد الدباح وريم القماش دول هم اللي كاتبين فيلم بيت الروبي اللي نازل في الصيف بتاع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز. عندك مثلا حاجه زي ريفو ديت تاليف واحد اسمه محمد ناير واخراج واحد اسمه يحيى اسماعيل، برضو الاثنين دول عمرهم ما اشتغلوا قبل كده، فبقيت تطلع ناس جديده. عملت ريفو دي نفسها يعني ميوزيكال، انت عامل قصه باند وجايب امير عيد، واحد اول مره يمثل، واحد اول مره يكتب، وناس اول مره تخرج، فكل ده حلو للصناعه عامه وحلو للمتفرج. كتر الكومبيتيشن دوت بيطلع حاجات حلوه. انت متخيل اخر سنتين بذكر ريفو ده احنا عملنا 3 ميوزيكلز، 3 مسلسلات ميوزيكل. عندك ريفو، انا فاكر ده، وفاكر بتاع شاهد اللي اسمه مجنونه بيك ده، ولا مجنونه بيك. ويعني جزئيا ممكن اقول ان بيمبو شويه لان هو كان قايم على حته الساوند تراك وكده شويه. بس مجنونه بيك ده كان سيء يعني، اتليست بالنسبه لي كان يعني وحش قوي. والله بص انا بشوف ان هي محاوله، يعني انت دلوقتي محاوله طبعا انت اديت مثلا مريم الخشت دي اول بطوله ليها، صح. ممكن تكون ما نجحتش قوي، بس في حاجات تانية مثلا زي واتشت لما ادت عصام عمر بطوله مسلسل بالطو ده كسر الدنيا، الناس كلها بتتكلم عليه وكل الناس شافته. طه دسوقي مثلا لما طلع في موضوع عائلي، احنا ازاي ما جبناش موضوع عائلي برضو يعني بالظبط. فانت طه دسوقي ده كمان ستاند اب كوميديان، ان هو بقى خلاص بقى بطل مساعد، خلاص هو صح نمرة 2 بعد ماجد الكدواني. وبعد احمد امين في الصفاره، بعد احمد امين في الصفاره وهو داخل دلوقتي فيلم برضو مع نيلي كريم اظن وسيد رجب اسمه برشامه. خلاص بقى يعني ما شاء الله سوقه ماشي خلاص، وبقى ايه بقى معروف، بقى اسمه معروف وشكله معروف، ما بقاش يتقال اللي هو الولد اللي كذا، فاهم؟ لا بقى يتقال طه دسوقي خلاص. طب انت شايف بقى واتشت وشاهد لو دخلناهم كده كومبيتيشن مع بعض او كومباريزن يعني مقارنه، مين احسن؟
لا يعني لسه بدري قوي على واتشت. انا واتشت بصراحه مش من انصار واتشت قوي بصراحه، وده رايي البيرسونال يعني، ده مش راي البودكاست، ده رايي انا محمد العبد يعني. انا كنت ضد شويه الطريقه اللي ابتدت بيها واتشت. واتشت ابتدت في ظروف معينه. كنا في رمضان معين، كان فيها يعني طريقه احتكاريه. مش عايز برضو ارجع واقعد احكي القصه، بس هم في الوقت ده قدروا ان هم يقضوا في السنة دي على كل الحاجات المقرصنة أو كل الويب سايتس اللي هي بتجيب المسلسلات، بتجيبها أونلاين. وليه؟ عشان كانوا عايزين ينجحوا واتشت بالعافية، وهي أقدر أقول إن سنتين 3 برضو، ما بعد هم كده أكيد صرفوا عليها كتير قوي، فحرام برضو. تخيل أنت صارف وعامل كل ده وفي الآخر يجي ويب سايت ينزل الأفلام ولا التمثيليات ببلاش. بس انا اللي ضايقني ان هم يعني عملوا الخطوه دي متاخر، لما هم اللي دخلوا في لعبه الانتاج دي. انما قبل كده في شركات انتاج ضخمه زي جود نيوز فور مي او مثلا زي الشركه العربيه بتاعت هي واتشت تابعه للشركه المتحده، يعني هي الستريمينج بلاتفورم بتاع الشركه المتحده، زي ما شاهد الستريمينج بلاتفورم بتاع الام بي سي يعني. بس هو فعلا هي اول ما بدات فعلا كان من 3 رمضانات اظن، وهي بدات قبل رمضان باسبوع او حاجه، وجالها كم ترافيك رهيب، والابلكيشن كانت بتكراش كل شويه، والويب سايت بيموت، كانت بدايه سيئه جدا الصراحه. تحس حد فكر في الفكره وقال لهم يلا يلا نلحق رمضان. بس يعني عشان انا بتكلم على شاهد باديه من 2011 وبتحضر وبتنزل حاجات واخدها واحده واحده، والحمد لله بقت في حته تانية يعني. صح. بس صراحة أنا مشترك في الاتنين، ويعني واتشت اتطورت جدا عن ما ابتدت كانترفيس نفسه، ابليكيشن اسمه ايه ده، انتاجات، بقت تعمل حاجات حلوة يعني. أنا من الناس اللي عجبهم جدا تحقيق، عجبني جدا بالتو. انتجوا أول مرة ينتجوا حاجة في رمضان، كانت كشف مستعجل يعني. ابتدى يبقى فيه انتاجات، ما بقاش مجرد هي واتشت بتجيب أفلام أو حاجات اوريدي نازلة قبل كده أو مسلسلات من حتة تانية. بقوا بينتجوا زي شاهد، وبقوا ياخدوا ريسك يعني، زي ما قلنا في بالتو ادوا بطولة لشاب، واخراج برضو بصراحة لا بياخدوا اول مرة يخرج، بياخدوا مخاطرات كتير قوي وبيعملوا حاجات جديدة. الكاتب بتاع بالتو احمد عاطف اول مرة يعمل تمثيلية، والمخرج عمر المهندس اول مرة يخرج. فهو مش بس ممثلين، هم بيطلعوا ناس كتير جداد، وبرنامج الدوم اللي هم كانوا عاملينه دوت في رمضان اللي فات، انا شفت كذا حد من اللي كانوا في البرنامج بقوا موجودين في المسلسلات، فدي حاجة تحسب لهم طبعا. بس زي ما انت قلت، هي شاهد سابقاهم لسه شوية، وبحس ان انتاجات شاهد مور كواليتي يعني، اللعبة ومنعطف خطر وموضوع عائلي والكلام ده كله يعني احلى من مسلسلات واتشت. كان في حتة كده في الكواليس قبل ما نبتدي الحلقة، انت كنت بتقول لي حاجة من اسباب التميز لشاهد، كنت بتكلمني عن التأليف انا كنت من اسبوع كده اتفرجت على انترفيو لايمن وطار، اللي هو تقريبا احسن واحد بيكتب كوميدي في مصر يعني. فهو كان حد يعني بيقول له ان احنا عندنا مشكله في الكوميديا، وانت ككاتب مسؤول يعني ايه المشكله، او انت شايف ايه المشكله؟ قال له احنا ما عندناش مشكله في الكوميديا نفسها، احنا عندنا مشكله في معالجه او السكريبت ديفلوبمنت، التطور بتاع السكريبت. يعني في الطبيعي بره في نتفليكس وكده، اي كاتب في الدنيا بيكتب سكريبت تمام، بعدين بيديه للشركه المنتجه نتفليكس او وات ايفر، والشركه دي عندها تيم بقى كامل اسمه سكريبت ديفلوبمنت. التيم ده بيطور السكريبت، بيعدل فيه، بيشيل حتت، بيزود حتت كده، بيعمل اضافه زي ورشه كده على الضيق تمام. عندنا في مصر تقدر تقول في تخصص اكتر يعني، في تخصص اكتر وخلاص بالزبط. يعني هم برضو عندنا في مصر بقى مفيش يعني، هم ابتدى يبقى ليهم قول هم ابتدى يبقى ليهم هوية معينة يعني. مثلا ابتدى يبقى فيه قضايا بتتناقش يعني. أنا عشان كده ده سبب من الأسباب اللي أنا بحب فعلا شاهد عشانه. هتلاقي مثلا مسلسل زي وش وظهر بيفوكس على قضية معينة، بيناقشها بطريقة معينة، بيروح في مجتمعات جديدة ما تصورش فيها قبل كده مسلسلات. حاجة زي ليه لأ، دي سلسلة مسلسلات برضو. هتلاقي بقى مواضيع غريبة، حتة استقلالية الست ان هي تروح تعيش لوحدها. اتفقنا واختلفنا على الفكرة، بس هو بيناقشها وبيناقش الحاجات اللي تحصل من وراها، او قصة موضوع زي موضوع التبني، حاجة زي كده. مين قال برضو من المواضيع المختلفة. فبقيت احس ان في بعد
بعد مجتمعي، اللي هو تحس بقى اللي هو فعلا الفن رسالة، يعني زي ما بيقولوا. ايوه انا مش صح. بس اعمل لك حاجة عشان تتسلى وكده، لا انا كمان بحاول اناقش حاجات معينة. وفي نفس الوقت انا مش بس واخد الاتجاه اللي هو بتاع المواعظ وكده وخلاص، لا ده انا كمان بعمل لك حاجة جديدة. هتلاقيني مثلا اب تو ديت مع اللي بيحصل في الشارع. هتلاقي الانفلونسرز والستاند اب كوميديانز والرابرز ابتدينا نشوفهم اول باول. تلاقي مثلا واحده زي ملك الحسيني ولا محمد مولا، طه دسوقي نفسه اللي كنا لسه بنقول عليه من شويه اصلا كان ستاند اب كوميديان. هتلاقي الرابرز بقى زي ويجز وابو يوسف وشاهين والناس دي ابتدوا يطلعوا ويعملوا. فده كمان انا مش بعمل حاجه للسن الكبير، لا انا بتارجت الجين زي، جنريشن زد اللي طالع، الناس الصغيره اللي هي اكتر ناس بتكونسيوم وبتقعد وبتتفرج على الحاجات دي. فلا يعني انا متخيل مستقبل كبير. بعدين ويجز وابي يوسف مثلوا، يعني هم اول مره يمثلوا كانت في حاجات انتاج المنصات بيمبو والليله واللي فيها. فدي حاجه عمرها اظن ما كانت هتحصل ابدا في لو احنا انتاج دوله يعني. بس عايز ارجع لحته السكريبت ديفلوبمنت كنت بتكلم عليها بقى. زي ما انت بتقول شاهد هو بقى كان بيقول، يعني ايمن وطار كان بيقول ان واتشت واي شركه او اي حاجه ما عندهمش التيم ده. شاهد بقى عندها التيم ده. شاهد بقوا بيعملوا زي بره، بقوا ماشيين على الفورمات بتاع بره. فهو لما يعمل حاجه انتاج شاهد دلوقتي بقى بيكتبها وبيديها للتيم بتاع سكريبت ديفلوبمنت. فالموضوع بيتطور لما ناس بتقعد مع بعض، بيبقى فيه برين ستورمينج، بيشيلوا حته بايخه بيزودوا حته حلوه. فاوفر اول في الاخر العمل بيطلع احلى، كواليتي اوفر اول احلى. طبعا غير ان شاهد يعني انتاجها اكبر اعتقد كفلوس، بتكلف اكتر يعني الحاجات بتاعتها. ففي الاخر بتلاقي فاينل برودكت احلى من واتش. بس اجان واتشت بفيري فيري فيري لو بادجت عملوا حاجه حلوه جدا وكسرت الدنيا زي بالطو يعني. فهي الفلوس مش كل حاجه يعني، المهم الموهبه والفكره والقصه اللي انت هتقولها. لازم تبقى في قصه هتتحكي، ما تبقاش انت عايز تعمل تمثيليه وخلاص، لا لازم يبقى عندك قصه تحكيها فتعمل لها تمثيليه، مش العكس. مش انا عايز اعمل تمثيليه يلا ندور على قصه، فاهم؟ ما طبعا انا مؤيد جدا للي انت بتقوله، وعايز اضيف عليه بقى ان انا اتمنى في قدام بقى لا زي طب ما معلش قلنا. قبل ما انت ايه هتنهي ولا ايه؟ احنا ما يعني اتكلمناش على ما اتكلمناش. طب ايه عيوب المنصات؟ ما اكيد ليها عيوب برضه. عيوب المنصات يعني بص، ما اقدرش اقول لك ان انا شايف عيوب قوي، بس لا انا مش شايف عيوب بصراحه. يعني انا ممكن اقول واحد يعني من العيوب اللي انا شايفها، ان مع كتر الانتاج ده في حاجات بتقلش طبعا يعني. وبرضه بتبقى انت محتاج ممثلين كتار وي زي ما قلنا. زي ما دول طلعوا ناس حلوه، طلعوا ناس بايخه جدا يعني. كنت بتفرج على مسلسل بدون ذكر اسماء يعني، مش عايز اقول، كان في ناس مش بتعرفش تمثل خالص، ميح صفر يعني. فده عيب من العيوب يعني، ان هو بيطلع حاجات مش تحفه. مش دايما اي حاجه هتنتجها تبقى حلوه، اكيد هيطلع حاجات تقلش منك يعني. بس هو ده عالميا يا زيزو موجود كده. ده عادي. ما انا بقول ده عادي، مش كارثه يعني. الاجنبيه ما انت دلوقتي ممكن يبقى مسلسل فعلا زي ما انت بتقول مش حلو وكده، بس في بطل مساعد عمل دوره حلو، او في مخرج عنده حاجه يقولها، او في مثلا مصور او حاجه زي كده. ما هو عمره ما هياخد فرصته لو صح. كميه صح. الحاجات قليله. صح. بالعكس يعني انا بحس ان هي ميزه. طب وانت كمتفرج هتعرف ايه كويس هتتفرج عليه، واللي مش عاجبك يعني. صح. بالعكس بقت اسهل يعني. بالظبط. طب قبل ما نختم برضو، ايه بقى المميزات اللي كانت موجوده زمان بقى وحاليا مبقتش موجوده؟ يعني بالنسبه لي ان مثلا ان العيله كلها كانت تقعد تتلم تتفرج مع بعض، دي كانت حاجه مقدسه جدا يعني. كانت حاجه حلوه يعني، وكان يعني تراديشن عائلي ظريف جدا. طبعا يعني هو يمكن زمان كنا بنجبر ان احنا نعمل حاجه زي كده، دلوقتي محتاجين بقى ان احنا نحط المجهود ده، ان احنا نلم بعض بقى ونتفرج في نفس الوقت. اصل هو زمان هي الحلقه بتيجي في مكان واحد وبتتعادش، فهو انت لو ما شفتهاش دلوقتي خلاص مفيش بقى هتفرج على الاعاده ولا هبقى اجيبها انا وقت ما عاوز. وطبعا برضو يعني حاجه تانية من اللي كانت مميزه زمان، بما ان كان عمل او عملين طول السنه، فكان بيبقى متعوب عليهم قوي بقى يعني. كان بقى بيبقى في حاجات ايكونيك يعني. تقدر تقول لي من الحاجات الحاليا في كام حاجه هتعيش 20 و30 سنه قدام؟ زي ما مثلا عندك اللي انا عايش في الحاج متولي، واللي انا عايش في جلباب بالظبط، ارابيسك، نصف ربيع الاخر. الحاجات دي كلها حاجات ايكونيك قوي قوي قوي، لان هي كانت معموله بذمه ويعني باتقان، فاهم؟
فحاليا انا فاهم برضو في قصدك. كروته شويه. بس العمل الجيد هيبقى جيد وهيعيش. طب قول لي كده مثلا عملين 3 من انتاجات شاهد وواتشت والمنصات ممكن يعيشوا، او ممكن كمان 10 15 سنه تشوفهم تاني زي ما حاليا كده لسه ممكن لو بقلب ولقيت لن اعيش في جلباب ابي اكيد هتفرج عليها برضه. لا، هو احنا لسه في سنة أولى منصات يعني، برضو ما اقدرش اقول يعني ان في الحاجة التقيلة وكده، بس في حاجات بتتعرض على المنصات ممكن مش من انتاجها بس تبقى اكسكلوسيف كعرض عليها، مثلا زي مسلسل منى زكي الأخير اللي اتعرض السنة اللي فاتت، اللي هو تحت الوصاية مثلا. ده من الحاجات اللي تعيش، لا اتفرج عليه كمان 50 سنة مش بس 10 سنين. هو ده ما كانش هيعيش. في تلفزيون عادي؟ كان على MBC. اوكي ماشي. طيب ما ده مش ملوش دعوه بالمنصه، مش اكسكلوسيف للمنصات. انا اقول موضوع عائلي يعني قصدي موضوع عائلي اظن تقعد تعيش، موضوع عائلي اظن يعني حاجه تايمليس تتشاف في اي سنه او في اي زمن، هيبقى نفس المشاكل نفس الجو العيله نفس الحاجات، حاسسها مش حاجه هتكسباير. واللعبه برضو اظن الكوميديا يعني كوميديا لو بتضحك مش بتكسباير، لو كوميديا موقف يعني مش معتمده على نكته معينه تبقى النكته اتحرقت ولا ادمت، لو كوميديا موقف المواقف اللي بتضحك في اي وقت يعني. بالظبط. ولسه زي ما بقولك انت قلت الناس بتجرب تجارب جديدة، وبقى في أقسام متخصصة في حاجات معينة ليها علاقة بالسيناريو، وهتلاقي برضو ورش زيها للإخراج وحاجات تمثيل وكده. فهي التجربة لسه في بدايتها يعني، بس يعني هي نجحت التجربة ان هي زي ما اقولك تعمل ثورة وتعمل تغيير في الشكل النمطي اللي احنا متعودين عليه بتاع زمان. بقيت ممكن تتوقع اي حاجة، ممكن تتوقع اي موضوع جديد يعني. صح. انا شخصيا بقيت حاسس ان في امل يعني. صح. انا مع التجربه واتمنى تستمر، واتمنى يعني نشوف تجديد اكتر، اتمنى يبقوا اكتر بقى منتجات اكتر. زي ما قلنا ان بره في امازون وفي ديزني وفي ممكن مثلا يكونوا 6 7 8 بلاتفورمز. انا نفسي هنا في المنطقه العربيه يبقى في 3 4 بلاتفورمز بيعملوا حاجات وبينتجوا حاجات كده، لان ده يعني في مصلحه المشاهد. بس برضو بره البوبيليشن اكبر بكتير، وطبعا الفكر بقى والحريه اكبر، ده اولا. ثانيا الحاجات اللي بتتعمل بالانجلش ما بتتشاف من العالم كله، فاهم؟ لان انجلش العربي مين هيشوف عربي غير اللي بيتكلم عربي او بيفهم عربي. فبرضو عندك زيزو عندك العدد يعني اقل، التارجت اودينس بتاعك اصغر شويه. ما تستبعدش اي حاجه يعني. احنا دلوقتي بقينا كلنا بنتفرج على عمل اسباني اسمه لا كازا دي بابيل، نتفليكس قدرت تعمله وتسوقه بشكل محترم والعالم كله يتكلم عليه. العالم كله بيتفرج على تمثيليه كوري رعب وسايكوباتيه. سكويد جيمز خرافيه فعلا، كاسا دي بابيل خرافيه فعلا. صح عندك حق، بقينا نشوف حاجات ما كناش متخيلين ابدا. ولما اخدنا الفرصه، لما مارفل عملت سبونسرنج لمخرج معين مصري ومؤلف مصري وكاست مصري، قدرنا نشوف حاجه من حاجات مارفل زي مون نايت. فانا شايف لو عملنا حاجات محترمه هتنتشر يعني. والحاجات الهندي مثلا بوليوود غازيه العالم كله يعني. يعني لو حد بس حط الموضوع ده تارجت قدامه ان هو عايز يوصل للعالميه، لا اعتقد يعني احنا ما نقلش عنهم في الموهبه خالص يعني. احنا يمكن بنكروت شويه، بس اللي انا شايفه بالخصوص من بلاتفورم زي شاهد، لا انا شايف ان هم رايحين يقارنوا نفسهم راس براس بحاجات بره. انا مش الحاجات بتترجم انجلش كمان، بيبقى مكتوب سبتايتلز انجلش يعني. انا عايش في كندا، فعندي كذا حد من صحابي عرب متجوزين اجانب بيقعدوا يتفرجوا مع جوازاتهم الاجانب دول وبيشغلوا سبتايتلز انجلش، وعشان يبقى الشخص الاجنبي ده فاهم، واكشلي بتبقى عجبات تمثيليه يعني. وبيقعد بقى لما بشوفه بيقعد يتكلم معايا هو ازاي حصل كده. انا ببقى مش متخيل واحد اجنبي عمال يكلمني هو ريهام عبد الغفور ازاي عملت كده. لا كان ازمه منتصف العمر بالاخص، ما كانش مصدق ان احنا يعني كمجتمع عربي بنناقش حاجه بالجرأه دي. وبيقول لي ايه ده انا مش متخيل كده، وايه اللي ريهام عبد الغفور بتعمله ده، وعرف بقى اسامي الممثلين وبيتكلم معايا. كانت كونفرسيشن غريبه جدا الصراحه، بس كنت فخور يعني ان هو حد اجنبي بيتفرج وعجبه كمان، مش بس بيتفرج.
ما والله انا شايف ان احنا يعني عندنا كتير وعندنا مواهب كتير وكده، بس هي الموضوع بس كان يعني زي حكر كده او مقفول على شلة معينة. لو ادينا له بس الفرصة وادينا له الامكانيات وخدمنا عليه صح، هتلاقي حاجات كتيرة حلوة قوي يعني. انا معاك تمام. خلاص قلنا كل نفسنا فيه كده. يعني اخيرا الحلقة اللي كان نفسك فيها. الحمد لله. شفت سعادتي. لا فعلا حلقة حلوة، ويعني اعتقد يعني الحلقة دي من الحلقات اللي هتعجب الناس. وقولوا لنا برضو رأيكم لو الحلقة عجبتكم ولا لأ، وحابين نتكلم على ايه تاني. يعني عايزين شوية تفاعل كده منكم على الفيسبوك بيج. وبس تحب تقول حاجة تانية يا مستر؟ لا انا تمام، انا مبسوط قوي كده. خلاص ممكن نقفل البودكاست ده. ماشي تمام. شكرا ليكم يا جماعة، وشكرا يا عبد على التحضير والافكار، وان احنا اخيرا عملنا الحلقة دي. وبس ان شاء الله استنونا في الاسبوع الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. تصبحوا على خير. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي من بودكاست هري بس تقديم زيزو ومحمد العبد، براندنج اند ديزاينز مريم العبد، ميوزك برودكشن حمزة شركس، سوشيال ميديا دينا ضياء. تقدروا تسمعونا على انغامي، سبوتيفاي، يوتيوب وبوديو وابل بودكاست. شكرا جدا لكل اللي بيسمعونا. استنونا في هرية جديدة في الحلقة اللي جاية.